مساء الخير. يا رب تكونوا كويسين. لو بتحبوا بقى السمك المشوي بالردة ودايما بتجيبوه من المطاعم وبتبقوا قلقانين ما يكونوش منضفين الحاجات كويس، تعالوا بقى جربوه في البيت من غير اي ريحة، مش هنبهدل الفرش، مش هيبقى فيه ريحة شوي في البيت خالص اللي بتضايقنا. هتاكلوا احلى سمك. مش ناشف وطري وجميل وانتم منضفينه بايديكوا. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي مادونا. اتمنى ان لو الفيديو عجبكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو. وتعالوا بقى نشوف الجمال ده، واصحاب الدايت يجوا. ده سمك بوري. انا كنت جايباه متنضف، وبحب انضف بطنه. اللي بيحب بطنه مقفولة طبعا دي حرية شخصية. بطنه متنضفة وانا عدت عليها تاني. وبحب برضو اتبله. غير الخلطة اللي هنعملها، ده علشان يعني يبقى متحيق بقى كده يبقى جميل. ده ملح على كمون على شطة على كزبرة. بنرش كده منه على السمك من الجنبين ونسيبه نص ساعة عشان لحم السمك نفسه يبقى ليه طعم كده يبقى حلو. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت خلطة التوابل كده على بعض وحطيت منها مرة واحدة ملح وكمون وكزبرة وشطة. والشطة طبعا اختياري يعني، بس هي رشة بسيطة خالص. نعمل بقى الخلطة بتاعت السمك. ده توم مفروم، وده عصير ليمون. ده الخضار اللي هحتاجه للخلطة. جزر ببشره، انا الجزر مقشراه. ببشره هو والطماطم. طبعا احنا ممكن الحاجات دي كلها نحطها في الكبة يعني، بس انا شفت ان هي مش مستاهلة. جهزت الحاجات كده على طول بالمبشرة. الطماطم برضو هنشيل البوز بتاعها. البوز الاخضر ده، ونبتدي برضو نبشرها. زي ما انتوا شايفين كده انا بشرت الجزر والطماطم. الفلفل برضو بقطعه قطع صغنونة خالص كأنها مبشورة يعني. الموضوع ما اخدش دقايق معايا فما كانش محتاج مبشرة، لكن طبعا اللي حابب يعمل الحاجات كلها في الكبة يعملها. شوفوا انا مقطعه قطع صغنونة خالص كأنها مضروب في الكبة. هبتدي بقى ازود الخضار على الثوم والليمون اللي احنا كنا عاملينهم مع بعض. على فكرة الخلطة دي هتعجبكم جدا، وخفيفة وطعمها جميل قوي. كمون بقى، وشطة، كزبرة، ملح. طبعا اللي مش عايز شطة ما يحطش. هبتدي بقى اقلبهم كويس مع بعض عشان حاجات التوابل والليمون الحاجات تنزل طعمها في بعض. كله كده يشرب من طعم بعضه وتبقى الخلطة كلها طعم واحد. دي معلقة خل. قلبت تاني بقى المكونات. ده بعد نص ساعة تقريبا. شوفوا الخلطة كمان كانت نزلت ميتها كده في قلب بعضها. السمك شرب الملح بتاعه. هبتدي بقى احشي بطن السمك من الخلطة اللي انا عاملاها، بس طبعا مش بالخلطة كلها، هنحشي بجزء والباقي هقولكوا هنعمل بيه ايه. بملى كده بطن السمك ولحد الراس من قدام. الخلطة دي هتدي طعم حلو قوي للسمك، وهتاكلوها مع السمك هتعجبكم جدا. جبت بقى الردة. دي بتتباع عند العطار عادي بالوزن، ربع كيلو، نص كيلو، ربع كيلو، اساسا كمية كبيرة وببقى شايلاها في التلاجة عشان ما تسوس. بحط شوية ردة كده في الطبق على قد ما بحتاج. السمكة لازم تكون مبلولة شوية،
لو ناشفة خالص زي ما انتم شايفين كده انا بحاول ابلها كده مكانها في الطبق بالبواقي المية اللي نازلة من السمك عشان الردة تمسك فيها. لو السمكة ناشفة خالص الردة مش هتمسك فيها. وبضغط برضو بايدي عشان اتأكد ان الردة مسكت كده في السمك. جبت صينية كده تيفال او صينية غير لاصقة او اي صينية وتحطوا عليها ورق فويل، ودهنتها برضو دهنة زيت، وهبتدي بقى ارص عليها السمك. بكون مسخنة بقى الفرن من قبلها ب10 دقايق، مشغلة الشواية، بس انا بشغل الشواية مش الفرن نفسه. ورفعت الشبكة اعلى من النص، يعني الدرجة الاعلى من النص، بحيث يبقى الصينية قريبة من الشواية، وبدخله بقى تحت الشواية يتشوي في الفرن، مش بيعمل اي ريحة خالص. دي بقى باقي الخلطة، اخدت منها حوالي 3 معالق وزودت عليهم كوباية مية. ده برضو عصير ليمون، علشان طبعا احنا حطينا مية فبتخفف طعم التوابل خالص، فبنزود بقى حاجات تاني. معلقة ليمون صغيرة ومعلقة خل صغيرة، وكمون برضو وكزبرة وشطة وملح. ابتدي بقى اقلبها كويس عشان دي اللي هنسقي فيها السمك بعد ما يطلع من تحت الشواية. شوفوا بقى السمك طبعا هو لما اتشوى من جنب قلبته على الجنب التاني، اخد لون من الجنبين، وهو بياخد تقريبا 10 دقايق على كل جنب. وطبعا على حسب حجمه، ده حجمه يعتبر صغير، ده ال4 سمكات دول كيلو. لو هتجيبوا طبعا السمك اللي هو بيكون السمكة نص كيلو، محتاج توطوا الشواية شوية، يعني لازم ياخد وقت اكتر. كل حجم سمك ليه تسويته ليه وقته، ده سمك صغير قربته للشواية خالص عشان ما ياخدش وقت. لو سمك اكبر شوية خلوا الشبكة في النص علشان ياخد وقته في التسوية. بنزله بقى في الخلطة بتاعته، واسقيه بقى كده كويس بالمية دي من الجنبين، وابتدي بقى اخرجه واخد من الخضار كده، واحط منه على وش السمك عشان يبقى شكله جميل كده ويبقى شارب من كل النكهات. فعلا هيبقى احلى سمك مشوي كلتوه من عمايل ايديكوا، هيعجبكم جدا، وهتبطلوا تشتروه خالص من المطاعم. انا عارفة ان في ناس كتير عمرهم ما عملوه في البيت خوف من الريحة بتاعته، جربوه بطريقتي هيعجبكم جدا. ده بقى السمك بعد ما خلص قبل ما يتاكل. يا رب يكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناة.